قبل ذكر التفاصيل لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومتابعة الصفحة، وهيا نبدأ. البداية بالخبر الذي يتعلق بياسين بونو، حيث انتشرت في الأيام القليلة الماضية شائعات تحدثت عن أن ياسين بونو رفض أو طلب الاعتذار من المشاركة مع المنتخب المغربي الأولمبي في أولمبياد باريس، الشيء الذي دفع الإطار الوطني طارق سكيتوي لاختيار منير المحمدي. هذه الأخبار انتشرت كالهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي بدون أدلة واضحة، واتضح فيما بعد أنها مجرد أكاذيب لا صحة لها إطلاقا، إذ بحسب مصادر جامعية فإن ياسين بونو ليس هو من رفض التواجد مع المنتخب المغربي الأولمبي في أولمبياد باريس، بل إن طارق سكيتوي مدرب المنتخب المغربي الأولمبي هو من فضل الاعتماد على منير المحمدي الكجوي بدلا من ياسين بونو، وذلك لأن الحارس منير المحمدي يستحق هذه الفرصة مقارنة بياسين بونو الذي شارك أساسيا مع المنتخب المغربي في كأس العالم وفي كأس أفريقيا الماضيتين. كما أكد موقع وين وين القطري بحسب مصادره الجامعية أيضا أن ياسين بونو رحب بهذه الفكرة، بفكرة استدعاء منير المحمدي بدلا منها لأولمبياد باريس.